أحد الذين تشرفوا بلقاء الإمام الحجة ابن الحسن، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، هو ياقوت الدهان. كان ياقوت رجلا تاجرا من أهل الحلة في العراق، وكان من أهل السنة والجماعة، وكان أقرباؤه أيضا من السنة، إلا أن أمه كانت من شيعة أهل البيت عليهم السلام. قال ياقوت: خرجت يوما إلى البرية لشراء الدهن من أهلها، وكنت مع جماعة، فلما اشتريت الدهون من أهل البرية نمت عند متاعي، ولما أراد رفاقي أن يرجعوا إلى الحلة كلما أيقظوني ونادوني فلم أستيقظ من نومتي، أو كنت أستيقظ ثم أنام مرة أخرى، وكنت متعبا فتركوني نائما ورحلوا. فلما استيقظت لم أجد رفاقي ولم أعرف الطريق، فضللت في البادية. وكلما نظرت إلى جوانبي ما كنت أجد أحدا، فمشيت على الرمال والأشواك مشيا حثيثا حتى تعبت وعطشت عطشا شديدا، فبدأت أتوسل بمن أعرفهم من الصحابة والخلفاء وأستغيث بهم لعلهم ينقذوني ويغيثوني، ولكن ما حصل لي جواب. فتذكرت كلام أمي إذ كانت تحدثني بأن الشيعة عندهم إمام حي موجود، وهو إمامهم 12 أبو صالح المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. فلما تعبت من السير وسقطت على الأرض تذكرت كلامها إذ كانت تقول: لم يستغيثوا بالإمام المهدي ملهوف إلا أغاثه، ولا يتوسل به ضال إلا هداه، ولا يطلب منه ذو حاجة إلا أعطاه. فبدأت أستغيث بالإمام المهدي وأقول: سيدي يا أبا صالح المهدي أدركني، يا إمام الشيعة أدركني، والله لئن أنقذتني من هذه الشدة أعتنق مذهب أمي وأتمسك بك وبآبائك الطيبين. فكنت أبكي وأصرخ وأستغيث به، وكنت أقول: سيدي إذا أغثتني فإني أعترف بك وبآبائك بأنكم أئمتي وسادتي وأنتم خلفاء رسول الله. فكنت أستغيث به وأقول: سيدي يا أبا صالح المهدي، يا سيدي يا أبا صالح المهدي. فبينما أنا كذلك وإذا بي أنظر إلى سيد جليل واقفا أمامي وهو يحمل في يده إناء ماء فناولني، فشربت ونظرت إلى وجهه المنير فرأيت فيه جمالا بارعا لم أر مثله أبدا.
فبعدما ارتويت ونظرت إليه فأشار إلى جانب ودلني على الطريق وقال لي سر في هذا الطريق فتصل عن قرب إلى قرية فابق فيها حتى يلتحق بك رفاق. قلت سيدي أوصلني إلى القرية. فقال في هذه الساعة استغاث بي مئات من المحبين والشيعة فأريد أن أذهب إليهم وأغيثهم وأنقذهم كما أنقذتك من هذه الحالة والشدة. فغاب عني، فكنت أمشي خطوات وأرجع إلى خلفي وأنظر لعلي أراه مرة أخرى، ولكنه غاب عني. فمشيت ونظرت إلى خلفي ولكن لم أر منه أثرا، حتى استيأست من أن أراه مرة أخرى. فاستمررت في الماشي حتى وصلت إلى القرية. وبدأت في الصلاة في المسجد حتى وصل رفاقي بعد يوم والتحقوا بي، فلما وجدوني أمامهم تحيروا وتعجبوا، فجلسوا حولي يسألوني كيف جئت قبلنا وأنت كنت نائما، وأنا لا أجيبهم. نعم، الرفاق لما شاهدوا ياقوت تعجبوا من وصوله قبلهم إلى القرية، وتعجبوا من التحول والتطور الذي شاهدوه في أخلاقه وسلوكه وعبادته، لأنهم رأوه يتوجه إلى الله بكثرة ويدعوه منكسرا منقطعا إليه. نعم، الذي ينظر إليه الإمام المنتظر بنظر الرحمة فلا بد أن تحسن أخلاقه ويكمل إيمانه ويتبدل حاله إلى أحسن الأحوال. طالت علينا ليالي، وكان ينعزل عن رفاقه بوحده ويفكر دائما في الإمام المهدي وكيف يمكن أن يلتقي به مرة أخرى، فكان دائما متوجها إلى الله عز وجل حتى وصل إلى الحلة. يقول فذهبت عند كبير علماء الشيعة وهو السيد مهدي القزويني، فحدثته بما جرى لي وطلبت منه أن يعلمني مذهب الشيعة وعقائده، فبقيت عنده أياما حتى تعلمت معالم الشيعة وعقائدهم ومبادئهم. فقلت له مولاي لا يطيب لي النوم ولا أهنأ بالأكل والشرب من فراق سيدي وإمامي الحجة بن الحسن، فعلمني طريق الوصول إلى لقائه مرة أخرى، فإني أصبحت والها وهائما من فراق سيدي ومولاي وإمامي المهدي، لا أتمكن أن أستقر وأرتاح إلا أن أصل إلى خدمته وأتشرف بلقائه مرة أخرى. فقال لي السيد مهدي القزويني إذا تريد أن تحظى مرة أخرى بلقاء إمامك فعليك بزيارة جده الحسين عليه السلام 40 ليلة جمعة. فدائما كان ياقوت يحس بنفسه ألم الفراق ونار الوجد، فكان دائما يفكر في المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إمام الهدى المهدي يا خير مقصودي وأكرم مأمول إلى أهل توديدي،
ويا جابرا كسر الكثير بجوده وزخار جود غامر كل موجود وزخار جود غامر كل موجود. قال ياقوت: فكنت أخرج كل ليلة جمعة من الحلة إلى كربلاء لزيارة سيد الشهداء، وفي آخر ليلة جمعة كنت فرحا بأني في هذه الليلة أصل في خدمة سيدي ومولاي الحجة المهدي. فلما خرجت من الحلة وإذا بالشرطة قطعوا الطريق وقالوا لا يجوز أحد إلا بجواز من الحكومة، فتحيرت وتألمت وبدأت أستغيث بإمامي وسيدي وأقول بصوت خفيف: سيدي يا أبا صالح المهدي، أغثني وأدركني. فبينما أنا كذلك وإذا بذلك السيد الجليل وهو سيدي ومولاي المهدي واقف أمامي، ثم جاء بجنبي فأخذ بيدي وعبرنا من البوابة بغير جواز ولم يعترض علينا أحد، فكأن الشرطة ما رأوا. ثم غاب عني سيدي ومولاي